انا اسال حضرتك سؤال، انت مش شايف ان في لغز كبير جدا في موضوع امام عاشور، ان حتى لما يجي يتباع يتحط في عقده ان ال 20% تروح للشركه الراعيه؟ هل ده ممكن يجوز مع المستشار مرتضى منصور اللي فاهم قانون وفاهم العقود وفاهم كل حاجه؟ هل هو رضي بالبند ده؟ ايه؟ هو لو رضي يسال عنه ده لازم انا يكون ما اعرفش في البند محطوط. ما اعرفش في العقود ولا لا، ما الفنيات البند محطوط. هل تقول لي المستشار مرتضى منصور ولا نسبه بيع؟ مش كده مفيش نسبه بيع ولا حاجه؟ لا، ما قراش العقد. لا اكيد قراه، لان المجلس لازم يعتمد العقد. تمام. فانت النهارده يا كابتن محمد في الغاز كتيره جدا في نادي الزمالك في الاداره. انا مع حضرتك ان حصل مشكله كبيره جدا ايام فيريرا. تمام. لما قلنا فيريرا يمشي واسامه نبيه يمسك، هي دي بدايه المشاكل مع الكلام على اللعيبه. لان اللعيبه كانت ماشيه بشكل كويس. لما قلنا في ماتش اسوان الدور الاولاني بعد ماتش اسوان لما حصل بلبله، مين اللي عمل البلبله؟ الاداره. يبقى اداره تتحاسب. انا دايما بقول ايه، هي منظومه كامله. خدنا بطوله يبقى المنظومه كلها. صح. للاسف هم ما بياخدوا بطوله هي الحاجه واحده، ما بياخدوش بطوله بيقلبوها لحاجه ثانيه. يعني ايه بقى؟ لا يعني ايه الحاجه؟ يعني انا خدت بطوله يبقى انا خدت بطوله في عهدي، اسمها ماليش دعوه بقى باللعيبه عملت ايه. ما خدتش بطوله يبقى اللعيبه دي مش، لا طبعا هي منظومه. مظبوط. طب ليه انا بقى قلت ان اللعيبه ما تشيلش جزء كبير؟ لان كنت ماشي كويس مع مدرب كويس، فانت عملت الخلل. انت اللي اوجدت لنفسك المشاكل. تمام. لما اتكلمت على لعيبه بصوره لا تليق باللعيبه، دي بدايه الانهيار طبعا. طبعا. وكمان زودتها لما انت ما رضيتش تمشي فيريرا وهو كان بيعمل حاجات تعنتيه عشان يمشي وما مشيتوش. وبعدين لما مشيته جبت اسامه نبيه وبعدين قمت مرجعه تاني. فكل ده في ايد مين؟ في ايد اداره. تمام. مش لعيب. انت كده بوظت الدنيا على اللعيبه. تحمل لعيبه بس جزء بسيط جدا. اللي هو مثلا ممكن تقول 20%. 20% ده جزء قليل قوي. ايوه. ليه؟ ما هو اللعيبه دي، ما هو برضه انت النهارده بتدي قرارات هم مش ما لهمش يد فيها. تمام. وقرارات كلها خطا. انت اتكلمت على لعيبه، شلت الثقه من اللعيبه، خليت اللعيبه بتلعب داخل النادي. يعني انت اتكلمت على فتوح واتكلمت على جمعه. تمام. داخل النادي ما عندهاش امان. فدي مشكله. وبعدين تيجي تحل الموضوع. اللي قال تصريحات رجع قال ما كنتش اقصد فتوح وعبد الله جمعه، كنت اقصد امام عاشور. لا ده بص، ده كلام بقى يعني والله العظيم ده اللي اتقال. ما انا بقول لك اهو، لو ده اتقال انا برضه برد على اجابه. ما اتقال اساميهم. لو ده اتقال يبقى ما احنا يعني مش احنا مش ده شغل كوكب ثاني برضه. انا ماليش دعوه. ما انا بقول لك اتقال. ما انا برد على اللي انت بتقوله. جديده ما سمعتش عشان والله لا انا سمعت بس انا مش متاكد. هو سمع، هو بيقول. انا سمعت لكن متاكد مش متاكد. فانا برد على اللي انت بتقوله. ده بقى اسمه ان احنا من كوكب ثاني بقى، مغفلين ولا انا مش فاهم. شغل اطفال. انت فاهم؟ فانت القصه دي ما ينفع. فانت نسبه كبيره ليه؟ لان انت اللي عملت الخلل. بس اللعيبه ليه 20% كان ممكن يلموا نفسهم على الاقل ويطلعوا باقل الخسائر. تمام. ما عرفش يلم نفسه ويطلع باقل الخسائر. لكن انت بتتكلم في اداره، لا يعني في حاجات غريبه جدا. انت عمال تسيب للعيبه وتقول لي يعني لا، هو انت فين كان نادي الزمالك اللي انت عمال تتكلم ان انا بشتغل لكيان نادي الزمالك؟ وبعدين الحاجه الثانيه، انت موجود ولا مش موجود؟ طب انت مش موجود وجاي قرار، انت برضه بتحكم. هو لحد امبارح كان في لحد امبارح انا بكلمك. لا استنى بس، هو مش كان معزول؟ تمام. هو معزول. طيب لا، هو كان معزول قبل، يعني هو استأنف صح؟ والنقد او الطعن. تمام. قبل وهو بيطعن كان رئيس النادي ولا ما كانش رئيس النادي؟ ما كانش رئيس النادي. كان مستني ايه؟ النتيجه الطعن. طب هو النهارده كان برضه هو اللي بيشتغل من خارج النادي، من داخل النادي هو بيشتغل. انا بقى اللي بستغربه هو فين مجلس الاداره اللي موافق على القصه دي؟ بقيه يعني فين؟ يعني المفروض في حد من جوه هو اللي يقوم بالمهام دي، صح؟ مظبوط. لا انت برضه بتروح لحد معزول. مع احترامي انا مش دعوه، انا بتكلم اهو قانونا. وبعدين الطعن كمان رفض. انت فاهمني؟ ولسه برضه الدنيا مش يعني اللي جوه دول ايه؟ هو انتوا ثانيه بس، هي الدنيا اللي جوه دي بتشتغل لشخص ولا بتشتغل لكيان؟ انت شايف ايه؟ لا بتشتغل لشخص. انت فاهمني؟ ما هو ده اللي مضايقني. انت لازم تشتغل لكيان. حتى المستشار مرتضى منصور لازم يشتغل للكيان. انا مش عايز اغلط، يعني انا مش كل ده مش غلط في حاجه في حد، لكن انا بتكلم في اللي عايز يشتغل للكيان يعمل لصالح الكيان، سواء بره مش بيشتغل للكيان. لا ده مش شغل للكيان خالص. لا ده اسمه عك في الاداره. عك. طبعا. ده مش شغل الكيان. شغل الكيان ان انا اعمل لصالح الكيان. تمام. لازم يكون انا عندي مشروع مجلس اداره شغال. انت فاهم؟ لصالح النادي. ما انا اتكلمت لصالح النادي. او انا ارجع اقول لك تاني، هو لما بيبقى موجود بلاقي فلوس تتوجد في ثانيه. انا مش فاهم برضه. لما ما بيبقاش موجود ما بقاش فلوس موجوده ويبقى في ازمه على في حاجات كده الغاز احنا لازم نفهمها. انا مش فاهمها. انا اللي صعبان عليا في ده كله نادي الزمالك طبعا وجماهير نادي الزمالك طبعا.